يا صباح الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. انا معايا النهارده الفور سيريز ال 430 اي الكابروليه. جميل. هي الحلوه اللي ورايا السودا دي. تمام، فتعالوا بقى نتفرج على العربيه دي، وهحاول اشرح لكم كل حاجه موجوده في العربيه دي قدر الامكان، والحاجه اللي هتقع مني هتلاقوها موجوده في الريلز على الفيسبوك والانستجرام، وكمان شورتس على اليوتيوب. فاللينكات هتلاقيهم في الديسكريبشن علشان لو عايزين تشوفوا الحاجات دي. ولو حد في الامارات وعايز يشتري العربيه دي هياخد على العربيه دي هديه قيمه، تمام، من معرض بي ام دبليو اللي موجود هنا في شارع الشيخ زايد. تمام، مجرد بس كلموا الرقم اللي موجود تحت في الديسكريبشن مستر جورج، وقولوا له ان انتم من طرف قناه البروشور، وهو هيديكوا هديه حلوه قوي. تمام، فتعالوا بقى نتفرج على العربيه دي. يلا بينا. دي الفور سيريز، تمام، ال 430 اي الكابروليه اهي. شكلها جميل قوي 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 قوي، حلوه حلوه، وتمشي في الشارع كده تبص عليها وعينيك تتلوح وانت بتبص عليها. تعالوا كده نتفرج على السبيكس بتاعت الموتور، تمام، ونشوفها عامله ايه وبكام. طيب مبدئيا كده العربيه دي سعرها 307,000 درهم، ولو انت كلمت مستر جورج لو ما عملكش ديسكاونت عليها فهو هيديك هديه حلوه قوي على العربيه دي. الموتور اللي بيجي مع العربيه دي 2000 سي سي توين تيربو، تمام. الموتور ده متوصل على فتيس 8 سرعات استرونيك، وبيطلع 258 حصان. رقم محترم برضو، رقم محترم على العربيه دي. العربيه دي بقى بتحقق تسارع من الصفر ل 100 كيلو في حوالي 6 ثواني و2 من 10، والسرعه القصوى بتاعتها 250 كيلو متر في الساعه. ارقام محترمه لعربيه اكثر احتراما، بس كان يهمني يبقى فيه هنا عازل زي باقي العربيات التانية، بس ما علينا، مش مشكلة. تعالوا بقى نتفرج على العربية من جوه. تعالوا بقى كده نتفرج على الشنطة بتاعت العربية. بس مبدئيا طبعا هي الشنطة تبقى صغيرة جدا علشان السقف، فهي دي مساحة الشنطة بتاعت العربية، بس كده مفيش أي حاجة تانية. ودي علشان تتني الكنبة اللي ورا، تمام. بس هي دي مساحة الشنطة. صوتها حلو قوي بتقفل. طيب معظم اللي بيجيب العربيات دي بيجيبها علشان حوار فتح السقف وقفله. يعني عارف انت لو عملتها كل شويه هي حاجه ممتعه، تمام. فدي بتعمل من الريموت كنترول بتاع العربيه. فاحنا كده هنقفل العربيه خالص اهي، اهو. كده السقف بتاع العربيه بيقفل، وكمان الازاز اهو بيرفع. فبرضه ممكن نعملها برضه تاني ان احنا نفتح العربيه، تمام، اهو. هنفتح كده، وادي السقف هيتفتح اهو، وكده السقف يكون اتفتح. تعالوا بقى كده نتفرج على الاضاءه بتاعه العربيه. الاضاءه طبعا LED، وده وش العربيه بالكامل. شكلها حلو قوي، شكلها حلو قوي. والاضاءه برضو من ورا، بصوا شكلها حلو، شكلها حلو ومتناسقه. والاكزوست من ورا، الموضوع من ورا شكله جميل. العربيه شكلها حلو قوي. تعالوا كده نخش جوه العربيه نتفرج عليها. دي كده شكل الفرش بتاع البيبان اهو، تمام. ماتيريال طبعا سوفت كلها وكروم. الزراير كلها كروم. هنا السماعات هي بس الحته دي اللي بلاستيك، الجزء اللي تحت ده بس هو اللي بلاستيك. هنا اللوجو بتاع ام
وده شكل الكرسي بتاع العربيه او فرش الكراسي عموما يعني. حزام الامان هنا عليه البتاعه دي، تمام، العلامات بتاعت ام، ودي التحكمات بتاعته. ده شكل الطاره بتاعت العربيه، طبعا الام لوجو. ده شكل التابلو سوفت تاتش كله. هنا شاشة العدادات، ودي الانفوتينمنت سيستم. الموضوع لطيف، الماتيريال جيدة طبعا دي، وهنا ده بلاستيك، ده جاب بلاستيك، والجزء ده زي كربون فايبر كده، والعصاية بتاعت بي ام. فتمام، الموضوع لذيذ. ده كده شكل الكونسول اهو. بصوا انا هوريكم شكل المفتاح بتاعها اهو. هو ده شكل المفتاح بتاعها العادي، تمام. تعالوا كده نشوف من الناحيه التانيه. ده كده المنظر بتاع الباب التاني، و شوف درج التابلو فيه ايه، صغير مفيهوش حاجه. وده برضو المنظر العام اهو. وهنا مفيش اكتر من مساحه فاضيه بس للتخزين. تعالوا كده نبص على الجزء اللي ورا. اوبا، يطلع بس بالراحه، بيطلع بطيء قوي يعني. لو مستعجلين وعايزين نروح مشوار هيزهقنا. تعال نركب ورا كده ونشوف اهي. دي طبعا اماكن بتاعت ربط الايزوفيكس، الكراسي بتاع الاطفال، وفي اتنين هنا كاب هولدر. والكونسول ده تتحكم منه في التكييف اللي ورا، مكان خروج الهواء، وده هنا، وده درجة الحرارة، تمام. بس مفيش اي حاجة تانية. وده المنظر بتاعها بتاع الكونسول بالنسبة للناس اللي قاعدين ورا. طيب لو جينا بقى نشرح الشاشتين بتوع العربية دي كده شرح خفيف. مبدئيا تعالى بس ندور العربية. ادي شكل الدوارة بتاعتها والمنظر بتاعها جميل. احنا من الشاشة دي في عندنا حاجة، بصوا كده السيتنج بتاعها بنتحكم فيها في كل حاجة، تمام. فدي جنرال سيتنج، تمام، اللي هو بقى الوقت والتاريخ وتبدأ امتى والساوند، يعني شوية حاجات كده، تمام. واللغة. ده هنا الدرايفنج مود، تمام، بتقدر تعدل في كل مود، بقى تغير الستيرنج، الانجن، الترانسميشن، تمام، سواء للايكو او السبورت، تمام. وعندك كمان الاضاءه اللي بره، سوري، الاضاءه اللي بره، الويلكم لايت، تمام، الاضاءه اللي موجوده في اوكر البيبان، تمام. السجاده اللي هي الويلكم لايت اللي موجوده في الارض، تمام، هوريها لكم، هتلاقوها في ريلز من الريلات، جميل. او الدرايفنج اسيست، تمام، اللي هو المانوفرنج بقى والفيدباك بتاع الطاره. لو حصل حاجه الطاره هتديك زي تنبيه كده، ميديوم ولا سترونج ولا الكلام ده كله، تمام. والسيفتي وورنينج اللي هو اللي انا اسيست بقى، واحد بيعدي ولما تيجي ترجع لورا، تمام. والفرونت كوليجن، كل الكلام ده كله، تمام. والديسبلاي، تمام. الديسبلاي دي بقى اللي بتتحكم منها في العربيه. فمثلا منها الدرايف مود، في عندك 3 اشكال للدرايف مود تتحكم فيهم هنا. فمثلا عندك هنا السبورت والكومفورت والايكو برو، تمام. فمثلا على السبورت بقت باللون الاحمر، تمام. الكومفورت بقت كده، والايكو بقى بالشكل ده، تمام. ففي عندك 3 حاجات. طبعا مع السبورت صوت العربيه بيتغير، وتقدر تعدل فيه برضو، تمام، ستاندرد ولا بلس ولا انديفيديوال بقى، ده يعني تهندله بقى، تمام، على مزاجك. كونفيجر اهو، تعدل اي حاجه انت عايزها، الستيرنج والانجن والترانسميشن، جميل. في عندك بقى البتاعه دي. فمثلا هنا هو جايب لك الخريطه، تمام. فانا ممكن اشيل الخريطه خالص اهو، شلت الخريطه خالص،
او ان انت تحط الروت، يعني يقول لك خش يمين خش شمال، الكلام ده كله ده هيبقى ده شكلها يعني. تمام. وممكن تشيل السبيد اهي اللي تحت دي، تمام، او معلومات زياده، تمام، تتشال او تتحط. والريديوس مود بقى اللي هو بقى شكله ده، تمام. والسبيد اسيستنت، تمام، اللي هو كل شويه يبقى عامل ازاي، والسرعه والكلام ده كله. بس لازم من الاول نشيل الريديوس مود وبس. هي دي كل حاجه موجوده في العربيه، طبعا غير الزرار ده طبعا بتتحكم فيه في الناس اللي حواليك بقى، والسيستم بتاع الامان والرجوع لورا، عربيه جنبك عربيه قدامك واحد بيعدي، الكلام ده كله. التكييف اللي قدام هنا بيكون دول زون، بس دول زون لدرجه الحراره مش للمروحه، المروحه قوه واحده بس للفتحتين او للتو زون يعني، تمام. بس وده هنا بصوا يا جماعه بقى هوريكم حاجه تانية مختلفه. شايفين ده؟ تمام. ده بيطلع هواء من الفتحه دي، شايفين الفتحه دي؟ تمام. فهنا بيطلع هواء سخن، تمام. عندنا برضو هنا في الكرسي اللي ورايا هتلاقيه بيطلع هواء سخن، تمام. مش عارف ليه هواء سخن يعني، مع اننا بس ما علينا. ولو جينا نبص على شكل الكاميرا الخلفيه ادي شكلها اهو، تمام. وطبعا فيها حساسات قدام ورا، وفيها البارك اسيست او الاوتو بارك يعني. بس فايه رايكم في العربيه دي، وهل سعرها لو انتوا معاكم الفلوس بتاعتها تجيبوها ولا لا؟ طيب احنا كده نكون خلصنا شرح معظم الحاجات اللي موجوده في الفئه الرابعه، تمام. ال 430 اي الكابريوليه، تمام، اللي معانا دي. فلو في حاجه فاتتني فهتكون موجوده في الريلز اللي موجوده على الفيسبوك والانستجرام، وهتلاقوا اللينكات بتاعتهم تحت في الديسكربشن، غير الشورتس اللي موجوده على اليوتيوب. عربيه حلوه قوي، عربيه حلوه بجد يعني. فانا عايزكم بقى تتفرجوا عليهم وتخشوا على اللينكات وتتفرجوا على الحاجات دي. ولو في حد عايز يشتري العربيه دي في الامارات، تمام، هسيب لكم تحت في الديسكربشن رقم مستر جورج، كلموه قولوا له ان انتم من طرف قناه البروشور، هتاخدوا العربيه دي وعليها هديه حلوه قوي علشان خاطر قناه البروشور، تمام. بس شكرا ليكم، السلام عليكم.